قصتنا النهاردة هي قضية اختفاء بنت عربية اسمها جواهر حجي. اختفت في ظروف غامضة سنة 2020. أغلب اليوتيوبرز اتكلموا عنها وأمها تواصلت معاهم عشان يوصلوا صوتها، واحنا بنحاول نناقش قضيتها النهاردة. يمكن يبقى فيه أمل يتفتح تحقيق تاني ونعرف ايه حصل لها بالظبط، لأن فيه غموض كبير في قضيتها زي ما هتسمعوا دلوقتي. بنت جميلة اسمها جواهر حجي كان عندها 26 سنة، من عيلة فلسطينية وعايشة في أمريكا وتحديدا في لاس فيجاس. الأب رب الأسرة دي اتوفى وجواهر ساعتها كان عندها 15 سنة، ولأنها البنت الكبيرة ساعدت مامتها في تربية إخواتها. كملت جواهر دراستها الجامعية بمجال الاقتصاد وكانت متفوقة. جواهر كانت بنت شاطرة ومحبوبة جدا من كل اللي حواليها وما عندهاش مشاكل مع أي حد. وفي يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 طلعت جواهر من البيت بعربيتها الصبح الساعة 11، مشوار عادي زي ما بتطلع من البيت. لكن عدى الوقت والساعة ورا التانية وجواهر ما رجعتش البيت، فمامتها قلقت عليها وفضلت تتصل بيها كتير والتليفون يرن يرن وجواهر ما بتردش. فطبعا الأم قلقت لأن دي مش عوايد بنتها، ففكرت الأم تتصل بحد من أصحابها تسألهم عنها، لكن محدش فيهم يعرف عنها أي حاجة. فالأم طبعا حست بالخطر وإن أكيد حصل حاجة لبنتها، فقررت تروح الشرطة وتبلغ عن اختفائها. لكن القوانين في أمريكا إنها لازم تستنى 72 ساعة، يعني 3 أيام. طالما شخص بالغ مختفي ممكن يكون هو بنفسه عايز ينعزل لوحده مثلا، أو مش عايز يكلم حد، فالشرطة ما بيبدأوش يبحثوا إلا بعد 3 أيام من اختفائه. لكن حالة جواهر كانت مختلفة، لأن أمها عارفة إنها مستحيل تختفي بإرادتها ولا حتى تفكر تمشي مثلا من البيت أو تهرب. وكمان جواهر كانت مخطوبة وبتحب خطيبها جدا وعلاقتهم كويسة، وفي آخر الحلقة هنسمع كمان كلامه عنها. المهم مامة جواهر ما كانش قدامها حل إلا إنها تنتظر 3 أيام يمكن جواهر تظهر. ومرت الساعات طويلة جدا عليها لحد ما عدوا ال3 أيام وبرضه جواهر ما ظهرتش. فراحت أم جواهر للشرطة يوم 25 ديسمبر وقدمت بلاغ عن اختفاء بنتها، وكانت بتبكي ليهم يبدأوا البحث بسرعة لأن بنتها أكيد في خطر ممكن يلحقوها. ومرت الساعات وهي منتظرة والساعة جت 2 بالليل، رن التليفون، كان اتصال من الشرطة. ردت الأم بلهفة مستنية تسمع أي خبر عن بنتها، فقال لها الشرطي إنهم لقوا سيارة جواهر جنب أحد الجبال وإنها لازم تروح تستلم السيارة. أم جواهر كانت مصدومة وسألت الشرطي طب وبنتي جواهر فين؟ رد عليها الشرطي بكل برود معرفش، كل اللي أقدر أقولهولك إننا لقينا السيارة وفوق كان المفتاح. والأم بكل هستيريا طب وبنتي راحت فين؟ قال لها ما نعرفش، بس الصبح هتطلع فرق البحث ومعاهم طيارات هليكوبتر ويمشطوا المنطقة بالكامل اللي لقوا فيها السيارة. انت دلوقتي روحي المكان واستلمي السيارة. فمن هنا بدأ الغموض والأحداث الغريبة للقصة. يعني شخص مفقود ولقوا سيارته في منطقة بعيدة وتقول لها تعالي كده خد السيارة بمنتهى السهولة. طب حاوطوا المكان، طب ارفعوا البصمات، طب أي حاجة عشان توصلوا لأي خيط للقضية، لكن للأسف ما عملوش أي حاجة. المهم راحت أم جواهر المكان وخدت السيارة، والمكان ده كان على جبل وهي منطقة بناء ضخمة تابعة لأحد الشركات، والمكان كان ضلمة ويخوف لأنها راحت بالليل الساعة 2 صباحا تقريبا. لقت السيارة وفوق موجود المفاتيح، أما جوه السيارة لقت موجود موبايل جواهر وشنطتها. الغريب ان كل ده كان مرمي كده في المكان الغريب ده، ولا حد موجود ولا شرطي ولا اي حد. راحت الام خدت السيارة ورجعت بيها على البيت، وكل الاسرة كانوا طبعا صاحيين مستنيين الام. وعلى الساعة 5 الفجر اهل جواهر جمعوا نفسهم وكانوا حوالي 20 شخص وراحوا منطقة الجبل دي اللي كان عندها السيارة عشان يدوروا عليها. اتوزعوا على اماكن مختلفة وبدأوا يدوروا، لكن لا حياة لمن تنادي لحد ما طلع الصبح. وكان المفروض بقى تظهر الشرطة وفرق البحث والمروحيات ويمشطوا المنطقة، لكن محدش جه تماما. فاتصلت بيهم أم جواهر وكان الرد حاليا مفيش أي مروحيات موجودة، وإن المحقق المسؤول عن القضية دي في أجازة وهيرجع بعد يومين. رد بصراحة في منتهى البرود.
المنطقة اللي لقوا فيها سيارة جواهر دي كانت تابعة لشركة بناء معروفة في أمريكا اسمها لينار. الشركة دي شركة كبيرة في أمريكا، بياخدوا منطقة ويعملوا فيها منطقة سكنية راقية جدا للأغنياء. هي المنطقة شبه منعزلة لكنها منطقة جديدة بتتوسع يوم عن يوم، وحتى الجبل هناك ممهد كممشى، فالناس بيستخدموه لرياضة المشي. والمكان اللي لقوا فيه كمان السيارة كان جوه منطقة البناء، يعني المكان فيه عمال وشغالين في فترة الصبح اللي دخلت فيها جواهر المنطقة على الساعة 12 الظهر تقريبا. وكمان كان في كاميرات مراقبة موجودة في موقع الإنشاء، لكن الشرطة ما خلوش أم جواهر ولا أهلها يشوفوا أي لقطات من الكاميرات. الشرطة قالت إن جواهر والسيارة كانوا بعيدة عن مكان الكاميرات، فما فيش شيء واضح في الكاميرا. والغريب كمان إن الشرطة بلغت أم جواهر في الواقع إن كان مفتاح السيارة والتليفون والشنطة كانوا على السيارة من فوق، لكن الشرطي اللي وصل للسيارة هو اللي دخل التليفون والشنطة جوه السيارة وساب المفتاح على السيارة من فوق على السقف عشان لما أم جواهر تيجي وأهلها يستلموا السيارة. وده يعتبر طبعا تلاعب بأشياء مفروض إنها أدلة. ليه الشرطي يدخل الشنطة والتليفون جوه السيارة بدون حتى فحص أو رفع بصمات، ويقولوا لأمها بكل برود تعالي وخدي السيارة، ولا كأن ده مسرح جريمة وإن في إنسانة مختفية؟ شيء غريب بجد. وليه أصلا جواهر تسيب كل حاجتها بالشكل ده فوق العربية وتروح؟ شيء مش منطقي. هل فعلا جواهر هي اللي حطت الحاجات دي فوق العربية ولا شخص تاني؟ والغريب كمان ان مفروض ان دي منطقة عمل، وقوانين الشركة بتقول ان ممنوع اي عربية تدخل المنطقة بعد الساعة 6 مساء. فليه عربية جواهر فضلت هناك لمدة 3 ايام ومحدش حتى بلغ عنها؟ اسئلة كتير غريبة ومش مفهومة. حتى ام جواهر واهلها كلهم فضلوا يروحوا المنطقة دي كل يوم يحاولوا يدوروا على جواهر او اي اثر ليها، وحتى اجروا كلاب عشان يتتبعوا اثرها، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. الجبل ده كبير لكن مفيش اي مرتفعات عليه ان ممكن الواحد يقع من فوق مثلا. ناس كتير بتمشي فيه، وكمان مفيش اماكن فيه مخفية او كهوف، وحتى لو هي كانت وقعت من اي مكان كان جسمها هيظهر لان المنطقة كلها مكشوفة. فأم جواهر بعد البحث بقى عندها يقين ان بنتها مش في الجبل ده اصلا. بعد يومين رجع بقى المحقق المسؤول عن قضية جواهر من الأجازة، وعلى طول أم جواهر بلغت المحقق إن الجبل مليان كاميرات مراقبة تابعة لشركة البناء لينار، وأكيد في لقطات بتظهر فيه جواهر في الكاميرا. للأسف المحقق اتعامل مع كلامها بكل برود وكلمها بنبرة كلها تعالي، وقال لها إنه هياخد منها تليفون جواهر عشان يفحصه وهيكلمها لو توصلوا الحاجة. المحقق طلب من أم جواهر تديهم فرشاة أسنان لجواهر عشان ياخدوا منها الحمض النووي، عشان لو لقوا جثتها يقدروا يتأكدوا من هويتها من خلال الحمض النووي عندهم. فأم جواهر قالت له ما عنديش فرشاة ومفيش داعي لكده، لو لقيتوها نادوني وأنا هتعرف عليها. فالمحقق قال لها حاجة غريبة، طب لو لقيناها عظم ودي صورة من المحادثة اللي بينهم؟ فاستغربت الأم طبعا. ايه اللي يخلي المحقق يجي في باله انهم يلاقوها عظام ويقول لها كده؟ ده لسه ما طلعوش اصلا يدوروا عليها، وكمان هي لحقت تبقى عظام، دي لسه مختفية. فالأم طبعا اترعبت. كان ساعتها جنبها أخوها وبصت له بكل خوف وهي بتبكي وبتقول له هم هيرجعوا لي بنتي عظم؟ أم بقالها أيام بتدور على بنتها ومرعوبة عليها. قلب الأم طبعا وما بتنامش من حرقة قلبها، فبقت تتصل بالمحقق عشان تعرف أي أخبار عن بنتها. والمحقق فضل يتجاهل اتصالاتها وفضلت تبعت رسايل وإيميلات، ورد أخيرا بعد عشرات المحاولات منها وقال لها بكل برود هو أنا ما عنديش قضايا تانية غير قضية بنتك، قلتلك أنا اللي هكلمك لو وصلت لأي حاجة. رد بمنتهى البرود واللا إنسانية بصراحة. بعد أسبوع من اختفاء جواهر اتحركوا الشرطة أخيرا بكلابهم البوليسية، وفضلت الكلاب تتتبع أثر جواهر من العربية لحد ما وصلت لصخرة، ووقفت الكلاب تنبح عند الصخرة دي، واللي معناه إن جواهر وقف أثرها عند الصخرة دي أو اتخذت لحد هنا. فضلوا الشرطة يدوروا في الجبل 3 أيام، لكن كل بحثهم كان بدون نتيجة. وبعد ما خلصوا عملية البحث للأسف وجهوا نظرهم للشكل عيلة جواهر واخواتها، لدرجة ان المحقق قال لهم هنعرضكم على جهاز كشف الكذب. ولأن أمها عارفة القوانين في أمريكا قالت لهم موافقين، بس كمان تعرضوا العمال اللي في موقع البنى لجهاز كشف الكذب، لأن في نظرها إنهم محققوش مع العمال دي بشكل كافي على قد القضية. في من العمال قال إنهم شافوا جواهر، وفي منهم اللي قال إنه شاف العربية بس. مفروض الشرطة تتعامل أصلا مع العمال دول على إنهم شهود،
في القضية دي لأنهم آخر ناس شافوا جواهر، لكن الشرطة كانت بتسألهم بشكل عابر مش تحقيق. وكل ما أم جواهر تقول لهم على عمال الشركة دي يعصبوا عليها ويقولوا لها دول مش شهود، دول ناس بتشتغل في موقعهم ملهمش دعوة بالقضية. شركة البناء دي اللي اسمها لينار دخلها بالمليارات، طبعا ليها سمعتها، ومش في مصلحتهم يتعرف ان في حد في المناطق السكنية بتاعتهم اتخطف او ان المكان ده خطير مثلا، فمحدش طبعا ساعتها يشتري منهم، ومن مصلحتهم انهم يغطوا على الموضوع ده ويعرقلوا حتى التحقيق فيه، خاصة لو حد من العمال دي متورط في الموضوع. مفيش دليل على الكلام ده طبعا، هي مجرد تخمينات، بس تعامل الشرطة مع القضية بالإهمال والبرود ده شيء غريب. وأم جواهر كان بتلح عليهم كمان في موضوع الكاميرات ده، لأن الجبل كان متلغم بالكاميرات التابع لشركة البناء، والغريب إن مظهرش غير مقطع واحد بس، وشافته أم جواهر في الأخبار بيظهر فيه جواهر بتمشي من عربيتها باتجاه الجبل، والمقطع ده شافته في الأخبار مش الشرطة اللي ورته لها. شيء غريب جدا وبيدل على مدى المبالاة اللي كانوا بيعاملوا أمها بيها. ومرت الشهور والوضع زي ما هو، والأم برضو ما فقدتش الأمل، وكلمت شركات بحث وعينت حتى محقق شخصي، لكن الشرطة للأسف ما تعاونتش معاه واستقال بعد كده. لكنه قال لأم جواهر إنها تروح لشركة تأجير كلاب بوليسية متخصصة في شم ريحة الموتى، وتواصلت فعلا معاهم الأم وراحوا الجبل. لكن الغريب إن الشرطة منعتهم يدخلوا المنطقة بحجة إيه بقى؟ إنها مسرح جريمة. أنت متخيل؟ وده شيء غريب، يعني مسرح جريمة، العمال راحة وجاية في المكان والناس بتمشي عادي فيه كممشى، والمكان حتى مش متحوط بأي شريط أصفر بتاع الجريمة، يعني دلوقتي بقى مسرح جريمة. سبحان الله. مرت 3 شهور على اختفاء جواهر ومفيش أي نتيجة، وفجأة في يوم جه اتصال لأم جواهر من رقم مجهول، ولما ردت أم جواهر واحدة ردت عليها وقالت لها جملة مش هتنساها أم جواهر طول حياتها. قالت لها مش هتشوفيها مرة تانية، وقفلت الخط. كان صوت الست دي كله حقد وشر، وفورا جريت أم جواهر على الشرطة تبلغهم وادتهم الرقم. وكان رد الشرطة بكل برود إن في القضايا اللي زي دي بتكتر المكالمات المضللة والمزعجة للمفقودين، ودي بتبقى دايما اتصالات وهمية ملهاش لازمة وما بتوصلش لأي نتيجة. قالت لهم الأم القضية بقالها شهور ومفيش أي تقدم، فحتى خدوا الرقم وابحثوا يمكن نوصل لأي خيط يوصل لحاجة. لكن الشرطة رفضت وقالت إن الموضوع هيكون مكلف وهيوصل ل50,000 دولار، وفعلا قفلوا على الموضوع ده ولا حتى حاولوا يبحثوا في الموضوع. ولحد دلوقتي محدش يعرف مين الست دي وهل ليها دخل باختفاء جواهر ولا لأ. وبعد أسبوعين من المكالمة دي كلم الشرطي أم جواهر وقال لها إنهم خلاص هيقفلوا القضية. فقالت له إزاي بعد 3 شهور بس ومفيش أي جهد مبذول فيها؟ قال لها إحنا بنبلغك مش أكتر، والقضية استنزفت موارد كتير وفلوس، ومفيش أي دليل إن جواهر بنتك اتعرضت للخطف أو الإجبار. وبكل مبالاة قال لها على الأغلب بنتك هربت للمكسيك عشان تبدأ حياة جديدة هناك. الأم طلبت تحويل القضية على ال FBI لما لقت إن الشرطة ما ساعدتهاش، لكن الشرطة رفضت لأن مفيش دليل على إن في جريمة في القضية دي. طلبت الأم قبل كده تغيير حتى محقق القضية وجابوا لها محققة أسوأ منه، وكان تعاملها أسوأ للأسف، وفي الآخر القضية اتقفلت. وبعد 10 شهور تقريبا من اختفاء جواهر في سبتمبر 2021 اتصلت الشرطة بأم جواهر عشان ياخدوا حمضها النووي، لأنهم لقوا بقايا عظام بيعتقدوا إنهم لجواهر. طبعا أم جواهر وأهلها راحوا فورا للقسم، هناك قالوا لها إنهم لقوا بقايا العمود الفقري بس، أما الجمجمة والملابس جابوها بقى بعد كده، فعايزين ياخدوا الحمض النووي عشان يتأكدوا إنهم لجواهر. وفين وفين بعد أسبوع لما اتصلوا بأم جواهر عشان يقولوا لها النتيجة، وإن العظام دي الجواهر وإن الحمض النووي ده متطابق، وادوها المكان اللي لقوا فيه العظام بالظبط، وده هو المكان اللي قدامكم. الغريب إن أم جواهر بتقول إنهم مروا فعلا بالمكان ده كتير ساعة البحث وهم بيدوروا على بنتها. الغريب إنه بعيد أصلا عن المكان اللي لقوا فيه العربية، حرفيا كان في الطرف التاني من الجبل، ومستحيل تكون جواهر قطعت كل المسافة دي ماشية على رجليها. الغريب كمان إن المكان ده كان تحت طريق
وعر جدا على الجبل، يعني كأن حد رمى العظام دي من فوق الجبل. وبعدين حتى لو هي كانت فوق ووقعت، كانت حتى ظهرت جثتها وقتها وهم بيدوروا عليها. وده اللي خلى أم جواهر وأهلها متأكدين إن كل ده حصل بفعل فاعل، وحد جه ورمى العظام دي في المكان ده. وكمان لما لقوا العظام كانت الجمجمة مفصولة عن العمود الفقري، يعني يا إما حد خنقها بقوة وفصل راسها عن جسمها، أو إن اتقطع راسها قبل أو بعد الموت. وده معناه إنها جريمة وبفعل فاعل. ولما سألتهم الأم طب فين باقي الجسم، قالوا لها والله هو ده اللي لقيناه، وممكن يكون بقية الجسم نهشته الحيوانات، يعني أي كلام. وأصلا هناك مفيش حيوانات لأن دي منطقة سكنية راقية، حتى الجبل كان منتزه وممشى، يعني لو في حيوانات منتشرة ما كانش حد هيسكن هناك. اتحولت بعد كده القضية من اختفاء لقسم الجريمة، وفضلت عند الشرطة العظام دي لمدة شهر، وبعدها سمحوا لأم جواهر إنها تاخدها. الأم كانت مصممة تكرم بنتها وتدفنها بنفسها، مع إن الكل كان معترض من أهلها إنها تشوف المنظر ده وتشوف بنتها بالشكل ده، لكن قلب الأم هو اللي غلب عليها. الغريب إن كانت العظام دي قليلة جدا، والأم بكل إيمان وثبات سبحان من ادها الصبر حاولت ترتب العظام دي بشكل طبيعي عشان تاخد شكل الجسم. وبعدها دفنت جواهر الله يرحمها، واتكتبت بشهادة وفاتها السبب غير معروف. الأم بتحاول ترجع تاني إعادة التحقيق في القضية بتاعت بنتها، وبتتهم شركة البناء أو حتى إهمال الشرطة، لكن للأسف مفيش ولا محامي راضي يمسك القضية لخطورتها أو حتى خوف من الشرطة. فالأم ما كانش قدامها إلا إنها تتواصل مع عدد من اليوتيوبرز عشان تخلي قضيتها رأي عام ويتم البحث فيها تاني. الله يصبرها يا رب. احنا عرضنا القضية عشان هي بنت عربية زينا ومننا، وكان ممكن أي حد فينا كمان مكانها لا قدر الله، وكان لازم نوصل صوت أهلها وأمها، يمكن حد يقدر يساعدهم في يوم ويمسك قضيتهم. سؤالي بس في القضية دي، يعني هل هي كانت متعودة إنها تمشي في الطريق ده وتمارس رياضة المشي؟ لأن شكلها وهي ماشية في الفيديو كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، سابت عربيتها بإرادتها وماشية، وهي ظاهرة في الفيديو وهي ماشية. بس راحت فين بعد كده؟ ده اللي احنا ما نعرفوش. وهل بعد كده ظهر حد وأذاها؟ ممكن يكون خطفها، ممكن يكون عمل فيها حاجة، الله أعلى وأعلم. لأن ممكن يكون حد كان متابعها، حد عارف إنها من أصول عربية، حد عارف جنسيتها، فحد كان عارف خطواتها. بتحبنا كتير كتير كتير، يعني هي بتحب أهلها جدا جدا جدا. ما عندهاش صحبات كتار لأنه أنا طبيعة عيالي يعني هم أصحاب مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علاء مطاوع، خطيب جواهر الله يرحمها. مبحبش أطلع في السوشيال ميديا والحاجات دي، بس مؤخرا وصلني كلام في ناس بتتكلم على جواهر، فكان لازم أطلع أرد. يعني كفاية اللي احنا فيه واللي أنا حاسس بيه ومامتها حاسة بيه، حبيبتي وأختي وبنتي وكل حاجة كانت جواهر. لكن مع بعض أكتر من 8 9 سنين، مخطوبين بقالنا 8 سنين تقريبا. احنا نعرف بعض من واحنا أطفال، لأن العيلة أصلا أصدقاء مع بعض. إذا عندكم معلومات تفيد ومظبوطة قولوها، غير كده أرجوكم ما تجيبوش سيرتها لا بالخير ولا بالسوء، أرجوكم، إلا إذا أنتم متأكدين من المعلومات دي. جواهر ما عندهاش صاحب ولا عندها الكلام اللي بتقولوه ده. أنا خطيب وحبيب جواهر، وعمرها ما كانت مع حد غيري أنا، ومامتها عارفة كده، جدتها عارفة كده، اخواتها عارفين كده، واهلي عارفين كده، اهلها عارفين كده. ارجوكم خلي عندكم شوية احساس باهل الميت، بغض النظر عن الدين. دي مش اخلاق ادمية اصلا. مش عارف بتقولوا كانت عند صاحبها ومش صاحبها. صاحبها مين بس؟ اتقوا الله يا جماعة، يا ريت تتقوا الله. الله يرحمك يا جواهر، كلنا بنحبك طبعا، بندعيلك في كل وقت. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يصبر أمها وأهلها يا رب. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة، واستنونا في قصة تانية إن شاء الله. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.